بتحب الكنافة، بتحب البسبوسة، عندك بسبوسة وكنافة مع بعض. طبعا لهم تكاتهم وحركاتهم، وشوفي لونها جميل ازاي. هكتب لك كل المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف باذن الله. تابعيني عشان اقول لك الجمال والحلاوه دي انا عملت فيهم ايه. شوفي ما شاء الله، دي بعد ما بردت في اليوم التاني. شوفي ماسكه نفسها وحلوه جدا. لكن طول ما هي سخنه طبعا تلاقيها ايه، مش ماسكه نفسها وبتفرفط شويه. لكن شوفي ما شاء الله طبقه الكنافه جميله ازاي، متماسكه ازاي، حلوه جدا. وطبقه البسبوسه برضو حلوه، والكريمه اللي في النص تحفه، كريمه الكدابه. هنجيب بقى السكر. ابدأي المكونات والحاجات بنفس الطريقة، هتوفر معاكي وقت. بعد ما طحنا السكر هنجيب اللبن، هنحط عليه سكر زي ما انت عايزة، الكمية اللي انت عايزاها، او ممكن ما تحطش عليه سكر خالص عشان نحط شربات في الاخر. وهنحط كمان على البارد هنحط النشا، هنحطهم على النار. هنجيب بقى الكنافة، هنجيب بقى السمنة. على قد كمية الكنافة هتحط السمنة عشان تبقى طعمها جميل، وهتحط كمان السكر البودر وهتلفيهم مع بعض. طبعا هتعمليهم تدعكيهم مع بعض بايديكي كده لما كل كمية السكر والسمنة يتجانسوا مع بعض. بعد كده نجيب صينية، هنجيب صينية بقى ونحط فيها السمنة، ونحط فيها الكنافة اللي احنا عملناها مع بعض. دي الطبقة الأولى. الطبقة التانية بقى هتبقى ايه، بس بعد الاول ما تخليها مش مفرفطه، لا تخليها تتماسك جامد ببعض. كوبايه بقى بصينيه وتضغطها عليها زي ما تقدري وزي ما تحبي. وبعد كده هنجيب الكريمه الكدابه المهلبيه ونفردها بالمنظر ده وهي سخنه. هسيبها لما تبرد وتتماسك في الكنافه. هكون جايبه ايه بعد ما اسيبها تبرد، هقوم جايبه السميد عندنا اهو، وهحط عليه سكر. احط لك المقادير في صندوق الوصف لان انا عامله صينيه حلوه مش صينيه صغيره. وهنحط البيكنج باودر، وهنحط كمان فانيليا، وكل ده هنقلبه في السميد. وهنحط كمان جوز الهند، وبرضه هنقلب كل الحاجات دي لغايه كلها ما تتجانس مع بعضها، وتبقى كل حبايه فيها السكر وفيها كمان الجوز الهند. بعد كده هنحط السوائل، هنحط السمنه. يا جماله بقى لو حطيتي زبادي مش لبن، اللبن بيخليها جامده كده، لكن الزبادي بيخليها طريه وحلوه قوي. بس المتواجد عندك، بس انا بقولك الفرق. خلاص بقت عامله زي الرمل كده. خلاص تكون المهلبيه نشفت وبردت. هنحط عليها البسبوسه بالمنظر ده، وهتفرديها وهتضغطي عليها، بس مش عايزه ضغطه جامده علشان ما تبقاش طوبه كده، ولا تبقى طعمها حلو. يا دوبك هتفرديها وهتسويها. هتحطيها بقى في النار. هنجيب بقى حله وهنعمل الشربات عندنا. انا هحط كيس كامل عشان يبقى موجود عندي الشربات. يعني انا بعمله دلوقتي بعمل كميه مش عشان الصينيه، لا، انا بعمل كميه عشان يبقى متواجد عندي، بعمل حلويات تبقى متوافر عندي. احطها على النار تغلى. واحنا عارفين الشربات بتعمل ازاي، بعد ما تغلى السكر بنحط الفانيليا، وتحطي كمان عصره الليمون، وتسيبها تغلى حاجه بسيطه، وبعد كده تقفل عليها النار. هنجيب بقى هنا قوالب فيه شويه كنافه فاضوا مني وشويه بسبوسه. هجيب القوالب دي واقوم حاطه فيهم البسبوسه والكنافه على بعض. طبعا المهلبيه خلصت خلاص، حطيتها كلها في الصينيه. هفردها بالمنظر ده واحطها في القوالب في النار. بس بامانه بامانه، لو مش هتحطي كميه سمنه متوافره هتلزق. لازم أن تحط كميه سمنه متوافره جدا في الطاجن من فوق ومن تحت، وفي السميد ذات نفسه، وفي الكنافه. لكن لو حطيتي كميه قليله هتلزق فيهم، مش هتعرفي تطلعيهم الا ما تسخنيها تاني. لو بردت هتمسك جامد. هنحط بقى في الفرن كل الحاجات دي. الشربات عندنا خلاص اتعمل اهو. هحط عليه زي ما انا قلت قبل كده، هنحط على عصرة الليمونه وشويه الفانيليا ويغلى شويه على النار. طبعا الفانيليا في الاخر خالص علشان ما تمررش السكر او تغير طعمه، انا عايزه الريحه بس. تمام. بعد كده العسل اتعمل وخلاص خلص. هنحط عليه على الكنافه وعلى البسبوسه، هنحط عليهم هما الاتنين ويشربوا بالمنظر ده.
هما بردوا خلاص، الشربات هو اللي سخن. اي حاجه فيهم تكون سخنه وفي حاجه بارده، يعني ممكن البسبوسه تكون بارده والشربات سخن، او العكس، الصينيه سخنه والشربات بارد. هنحطه بالمنظر ده. انا مش هحط في الصواني كلها لان انا مظبطه السكر في البسبوسه ومظبطه السكر كمان المطحون في الكنافه، فبامانه من غير الشربات طعمها احلى بكتير. جربوها. دي اللي بسكر، دي اللي بعسل، اللي في الجنب دي، اللي اول قطعه دي هي دي طريه ولينه كده من الشربات اللي انا حطيته. الجزء التاني من الصينيه انا مش حاطه فيه خالص شربات. طعمه بجد تحفه، طعمه حلو قوي. شوفوا تاني يوم يا جماعه، تاني يوم متماسكه جدا ازاي. انا كنت مقطعه في الاول وهي سخنه، ومقطعه تاني يوم اهو. شوفي تاني يوم ما شاء الله القطعه متماسكه وحلوه جدا. انا كنت عاملاها بالليل. شوفوا جميله ازاي. انا حاسه ان في واحده بتقول لا ده تحت محروق او شكلها وحش خالص وكده. لا انا هقلبها لك وهوريها لك. هي باين ان هي محروقه بس هي والله لونها جميل قوي، متحمره حلو جدا. شوفي كمان معايا دهب اهي. شوفي جميله ازاي، مش محروقه ولا حاجه. هو اللي يشوفها يقول ده محروقه، بس مش محروقه، دي جميله جدا. هو التصوير مديها لون ان هي كده، بس هي حلوه، طعمها حلو قوي. وجربوها من باب التغيير. وجزاكم الله كل خير كل اللي شاهد الفيديو من اوله لاخره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله.